أنقل لكم التحايا بالعيد التاسع والستين لاستغلال بلادنا الحبيبة وسوداننا الغالي، وتمر هذه الذكرى لاستغلال بلادنا العظيمة العريقة. ونحن يا أخواننا رغم المحن والحزن والآلام والجراح، لكن أكثر تكاتفاً وترابطاً وروحاً وطنية عالية تسمو بنا للسير قدماً في طريق تحرير بلادنا بعد الهجوم الغادر والبشع لمرتزقة شيطان العرب محمد بن زايد حاكم أبو ظبي، والذي يهدف فيه لاحتلال بلادنا وإهانة شعبنا بجيش من ملاقيد عرب شتات غرب إفريقيا ومرتزقة من شتى أنحاء المعمورة، وتحت سمع وبصر كل العالم ومنظماته الأممية والعدلية والإنسانية. ولا أحد يستطيع أن يقول له غف أو غف هذا العبث أو غف هذه الدماء. إنه طاغوت هذا العصر ويغوت جيش تتار ومغول هذا الزمان. لكن شباب الأمة السودانية يستطيع بإذن الله الانتصار عليه وغضع يده الملطخة بدماء الأبرياء والوصول إليه في عقر داره وعقر دار كل من ساعده أو عاونه، وغريبا جدا بإذن الله. لكم جميعا شبابنا المقاتل في كل المحاور التجلة والاحترام والتحية، وأنتم ترسمون بدمائكم الزكية مستقبل السودان، وبأرواحكم السامية تنيرون طريق الانتصار. سادة الكرام، إن أمتنا متحدة وهدفها واحد: الانتصار وتحرير بلادنا من مرتزقة محمد بن زايد، ومن ثم إعادة الإعمار. نعم، نسمع هنا وهنالك من يزعون للسلام من حولنا، منهم الصادقون في نواياهم ومنهم الخونة العملاء المتآمرون. فنقول للجميع أن السلام الذي تعرفه أمتنا ويفهمه شعبنا يتم بالآتي: وقف إطلاق النار، وهذا لن يتم إلا بدخول الميليشيا والمرتزقة إلى معسكرات تحدد لهم خارج المدن تماما، وتسليم الأسلحة والمعدات القتالية جميعها. الجلوس مع القادة الميدانيين للميليشيا من السودانيين فقط لترتيب أوضاع ميليشياتهم، محاكمات لمن يدان وبالقضاء وبالعدل، وتسريح للبقية. شيطان العرب يقوم بإرجاع كل المرتزقة إلى بلادهم كما أتى بهم أجراء ومرتزقة وقتلة. محاكمة العملاء والمتعاونين سواء كنت عميل أو متعاون مع الميليشيا، مع التمرد، مع المجرمين، تعاون سياسي أو إعلامي أو عسكري. ليس لآل دقلو أي دور، لا الآن ولا في المستقبل، لا دور سياسي ولا دور عسكري في السودان، وسيطلب قانونيا للمحاكمة. يلزم شيطان العرب بدفع كل ما دمرته الحرب في كل القطاعات العامة والخاصة. كل أموال آل دقلو في الإمارات أو في أي مكان في العالم تدفع كديات للشهداء والمغتصبات ولكل من أهين
ولرد اعتبار أهلنا المساليد وأهلنا في كل القرى التي استبيحت، والدنورة مثال. هذا هو السلام الذي يوقف الحرب الآن ويخمد نارها مستقبلا، أو خيارنا الآن وماضون فيه هو الانتصار وإلحاق الأذى بكل من حاربنا ومن ساعد ومن تآمر، فقسما سيلحقهم الأذى وغريبا جدا. ماضون فيه هو الانتصار وإلحاق الأذى بكل من حاربنا ومن ساعد ومن تآمر، فقسما سيلحقهم الأذى وغريبا جدا. سادة الكرام، في ذكرى استغلال بلادنا فلنشكر اليوم أجدادنا في هذه اللوحة، لوحة الشرف والإعزاز، والذين قاوموا المستعمر، وعلى رأسهم في المقاومة السلطان علي دينار، والسلطان تاج الدين، والسلطان بحر الدين، وعبد القادر الحبوبة، والملك سبير، والملك شاويش، والأمير علي الفكي الميراوي، والسلطان عجبنا، وجدنا الكبير الناظر ترك، وشباب اللواء الأبيض علي عبد اللطيف، وعبد الفضيل الماس، وعبيد حاج الأمين، وعلي البنا ورفاقهم. ونشكر أيضا قادة جيشنا الأوائل وهم يقاتلون مع الحلفاء لأجل نيل استغلال بلادنا. ونشكر بكل الفخر جدنا الناظر دبكة ابن دارفور الحبيبة، وهو يعلن الاستغلال من داخل البرلمان، والرئيس إسماعيل الأزهري ابن كردفان الحنينة رافعا لعلم السودان ومعلنين ميلاد الدولة السودانية الحديثة في العام 1956. نشكرهم جميعا بكل الفخر والإعزاز. التحية والتهاني لشعبنا المحاصر في فاشر السلطان، فالمجد لكم والعزة بكم. والتهاني لكل أبناء شعبنا الموجودين في أماكن سيطرة الجنجويد والمرتزقة، فإننا نعلم حجم المعاناة والألم والقتل والنهب والذل الذي يقع عليكم كل ساعة. تأكدوا لم ولن ننساكم لحظة، فأنتم عزنا وأنتم شرفنا، وقواتكم وشبابكم المقاتل يقاتل ويبذل الغالي والنفيس من أجل الوصول إليكم وفك أسركم من الجنجويد القتل الرباط الملاعين. فقد سمعت قبل أيام أن عيل سكير يتعاطى المخدرات من أبناء ومن أطفال يوغندا، يقول أنه سيحتل الخرطوم، فأقول له أزعل آبائك، فقد حاولوا في العام 97 صح يا كندرة، فهل رجع منه أحد؟ عذرا أهلي الكرام، فهو أصغر وأندل من أن يرد عليه. قسما ستنتصر بلادنا، وسنحرر أرضنا، وستنمو وستزدهر، وحتما ستتحرر أفريقيا من العملاء في مفاصل الحكومات الأفريقية وداخل المنظمات الأفريقية، وستعود أفريقيا السمراء مشرقة مبتسمة مهد للحضارة والعراقة وعرينا للأسود.